هاوريكوا ازاي اعمل الجبنة اللي بيحبها جوزي في البيت. استخدمت 30 لتر لبن، بس الحلة بتاخد 20 لتر، فحطيت فيهم شوية ملح على حسب الذوق، وكمان 3 أغطية من المادة اللي تخسر اللبن جبتها من السوق. دوبتها في شوية مية الأول قبل ما أحطها على اللبن عشان الكمية كبيرة. لما بعمل بكميات صغيرة بحطها على طول. بعد ما قلبتهم كويس سيبت اللبن ساعتين لحد ما بقى زي العجينة، وسبت النار شغالة عشان الجو كان برد واللبن يفضل دافي. بعد كده قطعت العجينة مربعات وقلبتها كويس علشان الشرش يفصل أسرع. كنت سايب كمان 10 لتر لبن عشان أعمل بيهم حلوى اللبن، عشان مع الجبنة بيبقوا طعمهم رهيب. بعد التقطيع استنيت الشرش يفصل، وبعدين بدأت أشيل الشرش وأحط الجبنة في القوالب باستخدام مصفاة وأضغط عليها. اللي بيحب الجبنة ناشفة يضغطها جامد، واللي بيحبها طرية يضغط أقل. من ال 30 لتر طلع لي 5 قوالب جبنة، غطيتهم ببلاستيك وحطيتهم في التلاجة من بالليل للصبح أو على الأقل 3 ساعات. وبعد كده شلتهم من القالب، وبصراحة مش عشان أنا اللي عملتها، بس الجبنة دي طلعت تحفة. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. سلام.